رابع حاجة عندي وهي أهم حاجة موجودة عندي دلوقتي، وهي إن أنا عاوز أبدأ إن أنا أخصم على الناس وأبدأ إن أنا أظهر الخصم اللي المفروض يظهر. تعالى نكمل مع بعض الإجمالي، وهنا هعمل على أول واحدة وهي تعتبر بالنسبة لي صح ومهمة جدا الطريقة. فأنا هروح أعمل أوتو فيل كده على أول واحدة، وبعدين هروح شادد كل الحاجة زي ما هي بالظبط على أول واحدة. طيب لقيت عندي هنا خصومات جايبينها لي خصم وجزاءات موجودة، وبيقول لي لو سمحت أنا عاوز تعمل لي عملية طرح موجودة ما بين الإجمالي وما بين الخصم عشان أعرف الراجل ده هياخد مرتب كام في إيده. فأنا قلت له سهلة، هاجي أقول لك إزاي. هل يوجد دالة طرح زي ما في دالة جمع في الإكسل؟ الإجابة لأ. الإجابة إن مفيش دالة طرح في الإكسل، هو في إن إحنا بنطرح يدوي زي بالظبط الشكل ده. هكتب يساوي وهقول له لو سمحت الإجمالي هطرح منه الخصم، هطرح منه الجزائي بالشكل ده اللي هو زي الاف اكس ما موجودة هنا اهو. يبقى أنا قلت له لو سمحت اجمع لي اطرح لي الإجمالي ناقص الخصم ناقص الجزائي. وخد بالك من تفصيلة حلوة أوي في الإكسل موجودة، إن أنت كل ما بتدوس على خلية كل ما بيغير لك اللون اللي أنت بتدوس عليه، وده أوتوماتيك في الإكسل عشان تبقى عارف. يعني أول حاجة ده جي 9 هو عاملها لك باللون الأزرق، عامل لك أوت لاين عليها باللون الأزرق. طيب وبعدين الكي 9 عامل لك أوت لاين عليها باللون الأحمر، وبعدين ال 9 عامل لك أوت لاين عليها باللون بنفسجي. هنا دي ميزة حلوة جدا هو عاملها من كتر ما في كمية حاجات بتطرح وبتتجمع، فبدأ إن هو يقول لك دي رموز معينة هو في الديفلوبر عملوها علشان يسهلوا عليك عينك وهي بتبص على الحاجة. وهتك انتر وبعدين هدوس على اوتو فيل هنا موجودة بالشكل ده. بدأ إن هو هنا إيه يجمع لي يطرح لي كل الاوتو فيل الموجود عنده ويقول لي دي عملية الطرح اللي موجودة عندك. يعني الاوتو فيل شغالة يدوي لو في عملية طرح، أو شغالة لو في برضو دالة معينة موجودة. يعني الاوتو فيل دي أسهل بكتير وبتسهل علينا كتير قوي من الشغل بتاعنا. بدل ما تفضل تعمل في كل واحدة لأ، انت بتعمل واحدة والمربع الصغير ده تروح دايس عليه مرتين يبدأ ينزل كله ايه مرة واحدة. حلو أوي. لما جيت وعرضت الموقف ده قال لي طيب أنا عايز أعرف عدد أيام حضور الناس دي. هي عدد أيام حضور الناس دي ممكن يبقى فيه مؤشر أعرف عدد الأيام دي كويسة ولا قليلة، وممكن هنا يكون في عندي مؤشر أعرف الناس دي بتقبض كتير ولا قليل ولا كويس ولا وحش. جيت قلت له ما عنديش غير قائمة مهمة جدا اسمها conditional formatting. قائمة conditional formatting دي جميلة جدا وحلوة جدا وكمية أدوات جواها رهيبة جدا وبتعمل دوال حلوة جدا، ولكن أنا هوريك الدوال الأساسية اللي موجودة بتاعتها دلوقتي. قال لي لو سمحت عاوز وريني عدد أيام الحضور. فأنا جيت قلت له لو سمحت هوريك بشكل كده خفيف عدد أيام الحضور، مين اللي بيحضر كويس ومين اللي مش بيحضر كويس. فجيت هنا علمت على العمود بتاع الموظفين، وجيت هنا قلت له من كونديشنال فورمات لو سمحت اعمل لي ايه، اعمل لي ايكون ايه، ايكون سيتس. وايه يعني هي الايكون سيتس؟ حط لي ايقونه جنب كل رقم بتفيد ان الشخص ان الرقم ده كويس ولا الرقم ده وحش. فجيت هنا قلت له لو سمحت حط لي الارقام دي دايركشن